نحن في السودان بنقول لحم طري أو عيش طري. طري معناها لين. ربنا قال في القرآن: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. الزول ده فرط في الحاجة دي لحد ما ضاعت منه، فرط فيها معناها ضيعها. ربنا قال: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فرطتم في يوسف أي ضيعتم يوسف. فلان ورد للموية. ورد للموية معناها مشى يجيب موية. ربنا قال في القرآن: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. المعيشة بقت صعبة. المعيشة معناها الحياة. ربنا قال في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أقعد في الواطة. أقعد معناها أجلس. ربنا قال في القرآن: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. المرأة وضعت إذا أنجبت طفل. في الريف بنقول لك المرأة دي وضعت، وكلمة وضعت لغة عربية ومذكورة في القرآن. ربنا قال في القرآن: وتضع كل ذات حمل حملها. سوي الحاجة دي. انت لسه ما سويت الحاجة دي. سوى بمعنى عمل أو أنجز. ربنا قال في القرآن: ونفس وما سواها. ناولني الماعون. كلمة ماعون بتعني الإناء، ممكن جركانة، ممكن كوز، ممكن جردل، ممكن أي حاجة بيشيلوا فيها باسمها ماعون. ربنا قال: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الناس ديل مشوا. كلمة مشوا بمعنى ذهبوا، ودي مذكورة في القرآن. ربنا قال: كلما أضاء لهم مشوا فيه. فلان ده كان موجود لكن زاغ مني. كلمة زاغ معناها اختفى فجأة. ربنا قال في القرآن: ما زاغ البصر وما طغى. عشية. عشية في اللغة العربية المقصود بها الوقت من بعد الظهر إلى المغرب. ربنا قال في القرآن: بكرة وعشية أي صباح ومساء.